بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. ويا مرحب بشباب القراء الصاعد الواعد في عالم تلاوة القرآن الكريم. الفيديو ده هتستفيد منه جدا جدا بإذن الله، لأن هقول لك فيه إزاي تحضر للتلاوة اللي انت هتقرأ بيها، التلاوة اللي انت تستعد لقراءتها. عندك بكرة امتحان في الإذاعة، هتعمل إيه؟ عندك مسابقة قرآنية، هتجهز للتلاوة إزاي؟ عندك أمسية، عندك عزا، هتعمل إيه؟ كل ده هقول لك في الفيديو ده، بس أرجوك اسمعنا لحد الآخر. في أسلوبين أو طريقتين في تلاوة القرآن الكريم، طريقة أو أسلوب الحفظ، والطريقة الثانية اللي هي الارتجال. الارتجال يعني إيه؟ الحفظ إنك أنت مثلا بتحب شيخ معين، انت في شيخ بتحبه، تهواه، تعشقه، متيم بيه، خلاص. وليكن مثلا هنفترض انك انت بتحب الشيخ الشحات محمد انور، تمام. فبتيجي تجيب تلاوه ليه وتقعد تسمع فيها مره واثنين وثلاثه وعشرة لحد ما بتحفظها بالظبط، لحد ما انك انت بتحفظها بالظبط، وبتطلع بعد كده في اي مكان تقرأ بنفس الطريقة وبنفس الترتيب المقامات وبنفس الجوابات وما إلى ذلك. ده أسلوب، وأسلوب أغلب المبتدئين على فكرة، كلنا بدأنا كده، أغلب من بدأ كان بيعمل كده، تمام؟ طيب فرضا بقى إنك أنت قرأت الربع ده اللي أنت حفظته في المنصورة، ورحت قريته في الزقازيق، وبعدين قريته في اسكندرية. طبعا اللي بيسجل وراك ملاحظ انك انت مفيش جديد، اللي بتقراه هنا، اللي بتقوله هنا، الاداء هنا كل واحد، خلاص. فجي قال لك عايزين نسمع الآية دي تاني. في الحالة دي انك هنا بتلجأ بقى لموضوع الارتجال. ارتجال يعني ايه؟ يعني حاجة انت مش محضر لها، خلاص. انت الآية اللي بتقراها دي وسمعتها والمستمع سمعها منك كانت على مقام الرصد، وجي قال لك عايزين نسمعها تاني، تمام. يبقى في الحالة دي إما إنك أنت تعيدها بمقام آخر، تمام، وبطريقة مختلفة. هنا ده بنسميه طريقة الارتجال، وطريقة الارتجال بتكون للقارئ الأكثر احترافية، القارئ اللي ممارسته كتيرة. الموضوع الممارسة، مع الممارسة الموضوع ده بيتم، تمام. طيب أنت بكرة عندك امتحان في الإذاعة، هتعمل إيه؟ أو عندك مسابقة قرآنية، يا ترى هتقرأ بالحفظ أم هتقرأ بالارتجال؟ بلا شك بدون تفكير لازم تقرأ بالحفظ، لازم تكون محضر الآيات اللي انت هتسمعها للجنة الاستماع، تبقى عارف انت هتبدأ طبعا بياتي. طيب بعد البياتي هتروح فين؟ هتقول مثلا اروح للرصد، بعد الرصد هروح مثلا عجم أو سيكا، وبعد كده حجاز، وبعد كده أقفل بالبياتي، لأن طبعا الوقت اللي مسموح بيك، المسموح ليك بيه في المسابقة أو في امتحان الإذاعة بيكون وقت محدود، فلازم تكون مستعد، ولازم يكون عندك تنوع في النغم، طبعا تكون مراجع الأحكام، مفيش كلام طبعا، خلاص. يبقى الموضوع ده إنك أنت بتقعد قبل الامتحان مثلا فاضل له أسبوع، عمال بتراجع الآيات وعمال تقول وتعيد وتكرر لحد ما تتمكن من مجموعة الآيات اللي أنت بتقرأها، تقوم تخش الامتحان وتخش المسابقة وأنت مطمن. طيب بالنسبة لموضوع الارتجال، موضوع الارتجال ده أنا بقول لك بيجي من خلال الممارسة. يعني أنت طالع عزا أو طالع أمسية، خلاص، اعمل لنفسك جزء من التلاوة يكون ارتجال، لأن بيبقى قاعد قدامك مستمعين وسميعة بتبقى عايزة تسمع وعايزة تجدد من سماعها، فيجي يقول لك عيد لنا الآية دي تاني يا شيخ، خلاص. يبقى بالتالي انك انت في اللحظة دي تبقى عارف انك انت لما هتعيد بنمط مختلف انت ما كنتش محضر له. اتمنى ان يكون الفيديو استفدت منه كويس، وما تنساش تعمل لنا لايك للفيديو واشتراك للقناة. اتمنى ان يكون وفقت في هذا الطرح، وتكون استفدت في الطريقة والاسلوب اللي انت تقدر منه تتلو به آيات الله سبحانه وتعالى. أشكركم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.